أهلا بكم أصدقائي. لم تسقط ورقة التين في جزيرة إبستن لتكشف عن صورة النقطة المركزية للغريزة البشرية، بل سقطت لتكشف حقيقة ومركزية منظومة التوحش والافتراس الحاكمة في الغرب والمتحكمة في العالم على مدى قرون. قد تكون النزوات العابرة من جنسية ومالية وسلطوية نقطة مشتركة بين الكثير من البشر من مشارق الأرض ومغاربها، وهنا أقصد رجال ونساء في سن النضج، لكن ثقافة ونهج وسياسة افتراس كائنات موجودة على لائحة الأدميين لأطفال وطفلات بريئين وبريئات من منظومة الظلم والكذب والاستعباد. فتلك صورة النظام السياسي العالمي الذي أرسته إمبراطوريات الاستعمار على مدى قرون، متزينة بشعارات حقوق الإنسان بالديمقراطية والحرية، ليتبين بالوثائق المسربة أنها حرية وديمقراطية شركات تصنيع السلاح وفيروسات لإبادة البشرية وتكنولوجيا التواصل لتدمير الأسرة والمجتمعات لأجل خطة المليار الذهبي. أنا لا أصدر حكما مبرما، وإنما الوثائق تصدر هذه الأحكام. عندما نراجع أسماء الشخصيات أو شخصيات نعيم جزيرة الشيطان إبستن، كم من طفل اختفى، كم من طفلة وطفل خضعوا وخضعنا لتجارب امتصاص إكسير حياتهم كي يتنعم بها قتلة العالم وتجديد شباب ظلمهم لجرف التريليونات من الدولارات وشن الحروب وسرقة مواردها ومستقبلها وأحلامها. زلزال إبستين تتردد أصداؤه داخليا وخارجيا، رغم أن ما نشر من وثائق وفيديوهات انتقائيا من الصعب التوقع فيما ستكون التداعيات على الرئيس الأمريكي، وهو لم يعلق إلا بأن القضية يستخدمها الديمقراطيون ضده، ويبدو أنه ينتظر ليرى إلى أين تتجه الأمور، خصوصا أن الوثائق قد تأخذه إلى السجن. ومن هنا لنراقب ماذا يجري في العالم ونربط بين فضائح إبستين وغزة مثلا، التي قد تعود إليها الحرب وفق تهديدات نتنياهو، الذي قد يوظف وثائق إبستين المستورة حتى الآن لممارسة ضغوط على عدد من الدول. لنراقب كيف تفاجأ العالم بتهديد ترامب بالحرب على إيران. هل يستفيد من الحرب لحرف أنظار العالم عن مشاكله الخاصة بقضية إبستين؟ هذا فضلاً عن الأهداف الاستراتيجية للحرب. كيف سينظر الرأي العام الأمريكي والأوروبي إلى النخب الحاكمة؟ فهل ستسقط العدالة في مواجهة النفوذ والسلطة والمال